بيبدأ الجزء الثالث وثور محبوس في قفص حديد وبيفتكر مع نفسه الانجازات اللي عملها في كوكب الارض، ده غير انه فضل يدور على الاحجار الستة بين العوالم. وفجأة وهو بيتكلم القفص بيتفتح وبيقع منه وبيتفاجئ بسرطار سيد الاراضي الحارة وبيقف في وش ثور، وبيتفاجئ ثور ان سرطار لسه عايش لان اودين خلص عليه من زمان. فبيقول له سرطار انه مش هيموت بالسهل كده غير لما يدمر اسجارد، وده عن طريق التاج بتاعه لما يتحد مع شعلة النار الابدية، وساعتها هيستجمع كل قوته وبضربة واحدة منه هيدمر كل حاجة. ووقتها بيفتكر ثور ان اودين كان حاطط الشعلة الابدية في خزنة اسجارد، وبيتريق على تاج سارتر وبيقول له ان هو كان فاكره قرون. فبيتضايق سارتر جدا وبياخد سيفه وبيقرب على ثور وبيوعده انه قريب جدا هيكون مدمره هو واسجارد، وبيسيبه ثور يقول كل اللي عنده، وفي الخباثة كده بيجيب المطرقة بتاعته، وفي نفس اللحظة الجنازير بتتفك حواليه وبيقف قدام سارتر بكل قوة. وساعتها ثور بيلاقي جيش سارتر كله بيجري عليه، فبينزل ضرب في كل اللي بيقابله بالمطرقة وبيقدر يخلص على اكبر عدد منهم، وبيروح يهاجم سارتر علشان ياخد التاج، لكنه بيوجه له دفعة نار قوية جدا، وبيحاول ثور بكل قوته انه يبعدها عنه لحد ما بينط فوقه وبينزل بالمطرقة على راسه. ومش بس كده، لا ده بيتسلق فوق جبل صخري وبينزل من على الجبل فوق سارتر لحد ما بيوقع منه التاج. ومن اللحظة دي ما بيكونش فيه وجود لسارتر، فبياخد ثور التاج، وقبل ما بيمشي الجيش بيهجم عليه، فبينادي على هيمدال اللي مسؤول عن انتقاله ما بين العوالم وبيطلب منه يخرجه بسرعة من المكان، لكن هيمدال ما بيردش عليه. وفي نفس الوقت بنشوف سكيرج اللي اشتغل بدل هيمدال وهو بيتباهى بنفسه قدام بنتين قاعدين معاه، وبيستعرض الادوات بتاعته وبيفهمهم قد ايه انه مفيش منه اتنين. اما ثور فبيضطر يضرب كل اللي بيقرب منه، وساعتها الجنازير اللي مربوط بيها وحش سارتر بتتفك وبيبقى لسه هيهجم على ثور، لكنه بيتفاجئ ان ثور بيخرج من المكان اللي هو فيه، ووقتها بيتفاجئ بالارض بتتكسر من تحته وبيخرج منها الوحش، وبيحاول ثور يبعده عنه على قد ما يقدر، وبيفضل ينادي على هيمدال لحد ما بتسمعه واحده من البنتين، فبيحط سكيدج بسرعه السيف في الجهاز اللي بينقله بين العوالم، وده بيخلي ثور يطير بعيد، لكن الوحش بيروح وراه. وبعد شويه سكيدج بيتفاجئ بثور وهو داخل عليه ومبهدل له المكان، وهناك ثور بيستغرب ان سكيدج موجود بدل هيمدال، فبيقول له سكيدج انه قصر في شغله واودين قرر يعاقبه لكنه هرب. وفي نفس الوقت بيسيبه ثور وبيطير على اسجارد، واول ما بيوصل هناك بيتفاجئ بتمثال معمول للوكي، ده غير انه لما بيدخل بيلاقي اودين بكل روقان بيتفرج على مسرحيه، وبمجرد ما بتخلص بيقول له ان اسجارد اتغيرت قوي، فبيستغرب اودين ان ثور رجع تاني وبيرحب بيه، بس ثور بيبقى متضايق من اللي بيحصل وبيعرفه انه كان حاسس ان اسجارد داخله على خراب كبير. وثور بيرمي المطرقه بتاعته بعيد وبيقف قدام اودين وبيقول له لما ترجع المطرقه هتدغدغ دماغك، لكن فجاه اودين بيخاف وبيتحول للوكي، وبنكتشف ان لوكي كان متنكر في شكل اودين، وبيظهر لوكي بشخصيته الحقيقيه فبيثبته ثور وبيساله عمل ايه في اودين، ومن غير تفكير لوكي بياخده كوكب الارض وبيوديه في المكان اللي سابه فيه واللي بتبقى دار مسنين، بس اول ما بيوصلوا بيلاقوها اتهدت وبيبقوا مش عارفين اودين راح فين، وفجاه وهما بيتكلموا بتظهر دايره سحريه حوالين لوكي بتشد جواها وبتختفي، وما بيتبقاش غير ورقه مكتوب فيها عنوان لشخص، وبيروح ثور للمكان ده واللي بيكون بيت دكتور سترينج واحد من سحرة الارض، ولو عايزين نلخص لكم الفيلم بتاعه اكتبوا لنا في الكومنتات. وهناك بيتعرف ثور عليه وبيعرفه دكتور سترينج ان هو اللي عمل كده في لوكي، وده لانه بيشكل خطر على كوكب الارض، فقرر انه يبعده شويه، وبيقول له دكتور سترينج انه عارف مكان اودين وهيوصله ليه، وبيفضل يدور في الكتب عن عنوانه، وبيبهدل ثور معاه شويه لحد ما بياخد خصله من شعر ثور غصب عنه، وبيستخدم تعويذه من خلالها بيفتح طريق للبلد اللي اودين فيها، فبيطلب منه ثور يجيب له لوكي وفي ثانيه بيكون قدامه، لكنه علشان بتاع مشاكل بيبقى عاوز يضرب دكتور سترينج، فبيرميهم دكتور سترينج على طول في المكان اللي اودين فيه، وساعتها بيلاقوه واقف قدام البحر وبيكون بيتامل فيه وحاجه اخر روقان، وبيروحوا له هما الاثنين على طول، وهناك بيطلب منه ثور انه يرجع معاهم اسجارد، بس بيقول له اودين ان مامتهم بتنادي عليه وما بقاش قدامه غير وقت قليل في الدنيا، وبياخدهم يقول لهم كلمتين قبل ما يمشي، وبيعرفهم ان نهايه اسجارد قربت ومحدش هيقدر يمنعها، وده هيحصل بعد ما يموت لان هو الوحيد اللي كان موقفها، وبيعترف لهم ان هم عندهم اخت اسمها هيلا.
لكنها لما هزمت ناس كتير وفازت في اكتر من معركة بقت عنيفة جدا ومستعدة تعمل اي حاجة تيجي في دماغها، علشان كده حبستها في مكان ومنعتها انها تخرج نهائي، بس هتقدر تخرج لما اموت. وللاسف نهاية اودن بتكون قربت، وبيعرفهم انها بتستمد قوتها من اسجارد، فما ينفعش يخلوها تدخل هناك. ووقتها اودن بيموت وبيتحول لقوة سحرية بتروح بعيد، وفي نفس الوقت ده الجو بيغيم وبتظهر هيلا ملكة الموت، وبيكون واضح انها قوية جدا وبتبقى شمتانة ان اودن مات، وبتسألهم هم يبقوا مين، فبيقول لها ثور انه يبقى ابن اودن. اما لوكي بيبقى عاوز يتفق معاها على اتفاق، لكنها بترفض تسمعه وبتأمرهم يركعوا قدامها، بس طبعا هم بيرفضوا. ووقتها بتجهز السيف بتاعها، فبيرمي ثور المطرقة بتاعته عليها، بس بتفاجئه وبتصدها، ومش بس كده لا دي بتدغدغها لحتت صغيرة. ولما بيلاقي لوكي انها تهجم عليهم بيأمر سكيدج يرجعهم، بس ما بتسيبهمش في حالهم وبتروح وراهم. ولما بيحاول لوكي يضربها بترميه بعيد، وبتروح لثور وبتهاجمه جامد لحد ما بتبعده هو كمان، وبتدخل اسجارد، وهناك بتلاقي اصحاب ثور مستنيينها، فبتخلص عليهم واحد ورا التاني، وما بيتبقاش غير سكيدج بس بيركع لها من خوفه، فبتقرر تشغله عندها، وبتقف تبص على اسجارد وهي مبسوطه انها اخيرا بقت الملكه بتاعتها. وفي نفس الوقت ده بيقع ثور لوحده في كوكب الارض، وهناك بيلاقي مركبه فضائيه داخله عليه، وبينزل منها ناس شكلهم غريب وبيبقوا عاوزين ياكلوه، فبيقرر يهاجمهم لكن ما بيقدرش عليهم، فبيحبسوه في شبكه وبيبقوا لسه هياخدوه معاهم. لكن بتوصل مركبه فضائيه تانية وبتنزل منها بنت اسمها سكرابر، وبتقول لهم سكرابر انها عاوزه ثور واللي هيفكر يهاجمها هتخلص عليه، فبيقرروا ياخدوها ياكلوها هي كمان، بس بتستخدم قوتها وبضربه واحده منها بتخلص عليهم كلهم. وبتلاقي واحد لسه عايش ورايح يهجم عليها، فبتنهي حياته على طول. ووقتها بيشكرها ثور على مساعدتها ليه، بس ما بتردش عليه، وبتلزق جهاز في رقبته علشان تقدر تتحكم فيه عن بعد، وبتجرجره وهو مغمى عليه لحد ما بتوصله لمركبه فضائيه وبتحبسه جواها، وبيكونوا في اتجاههم للعالم بتاعها. وبتكلم حد يعمل لها اجتماع مع الرئيس، وبتعرفها انها جايبه لهم هديه حلوه، فبيتخانق ثور معاها وبيهددها وبيقول لها انه ابن اودن ومش هيسكت لها على اللي بتعمله ده، بس بضغط الزرار على الجهاز اللي معاها بتكهربه علشان يسكت. وفي نفس الوقت عند هيلا بتجمع جيش اسجارد وبتعرفهم بنفسها، وبتقول لهم انها حاكمه اسجارد الجديده من النهارده، وبتكذب عليهم وبتفهمهم ان ثور ولوكي ماتوا فهي اللي ليها الحق تحكم. واول ما بيعرفوا بكده بيركعوا قدامها، لكن القائد بتاعهم ما بيكونش طايقها، وساعتها بتقول لهم هيلا انها ساعدت اودن يوصل لنجاحات كتير جدا، لكن بالرغم من قوتهم الكبيره اكتفى بالتسع عوالم اللي احتلوهم، وعلشان كده راجعه لهم ومقرره انهم يحتلوا العالم كله ويخلوا اسجارد اقوى مملكه موجوده في الكون. بس القائد بيطلب منها تبطل تخيلات وتاخد بعضها وتمشي، وبيهددها انها لو ما عملتش كده هيخلص عليها هي وجنوده، بس طبعا هيلا ما بتوافقش وبتعمل نفسها زعلانه علشان رفضوا يقفوا معاها. فبيجهز القائد بسلاحه وبيجري يهجم عليها، لكن بضربه واحده منها بتخلص عليه. ووقتها الجيش بيتحرك علشان يدمروها، بس بتنزل ضرب في كل اللي بيقابلها وما بيكونش حد قادر عليها نهائي، لدرجه انها في دقايق معدوده بتخلص عليهم كلهم وجيش اسجارد بالكامل، وما بيتبقاش غيرها هي وسكيدج. وبالرغم من انبساطها من اللي عملته الا انها كانت عاوزاهم يقفوا في صفها. وساعتها بتكتشف ان القائد عايش وبتسأله لو غير رأيه، لكنه بيبقى عاوز يقضي عليها، فبتضربه بالسيف بتاعها وبتموته. وبالرغم من زعل سكيدج على اللي حصل الا انه بيمشي معاها. اما عند ثور فبيدخل عالم اسمه عالم ساكر، وبيكون الجهاز اللي في رقبته منعه من الحركة، وبنعرف ان العالم ده بيلم الناس الضايعة من عالمها واللي محدش بيحبها، لكنه بيكون ليه اهمية عندهم علشان قوته كبيرة جدا. وكمان بنعرف ان مؤسس العالم ده هو المعلم الاكبر، واللي بيبقى اول حد راح المكان ده، ومن بعدها قرر يعمل حاجة اسمها مسابقة الابطال، وبتكون بين الابطال اللي هو بيجمعهم. وبعد شوية بيدخل ثور على المعلم الاكبر، واللي اول ما بيشوفه بيتبسط من سكرابر جدا، وبيقرر يديها المبلغ اللي هي عاوزاه علشان جابت له البطل اللي هو عايزه، فبتطلب منه رقم كبير جدا. وبالرغم من ان المساعدة بتاعته بترفض الا انه بيأمرها تحول المبلغ اللي سكرابر عايزاه. ووقتها ثور بيزعق لسكرابر، لكنها بتمشي بكل برود وبتسيبه. وبعد شوية مساعدة المعلم الاكبر بيتبلغوا انهم لقوا ابن عمه بعد ما كان هارب، فبيروح يقابله وبياخد ثور معاه. وهناك المعلم الاكبر من غير تفكير بيخلص على ابن عمه بالعصايه السحريه اللي معاه، فبيتعصب ثور عليه وبيبقى عاوز حد يفكه علشان يرجع اسجارد، لكن المعلم الاكبر بيتجاهل كلامه تماما وبيبدا يحتفل هو والموجودين، وفي نفس الوقت بيعرفه بنفسه وبانجازاته. ووقتها ثور بيلاحظ ان لوكي هو كمان موجود وبينادي عليه يجي يفكه، لكنه ما بيكونش عاوز حد يعرف انهم اخوات، وبيقول له لوكي انه اتصاحب عليهم وهيعملوا
بيعملوا له اللي هو عايزه. وساعتها بيلاحظ المعلم الاكبر انهم بيتوشوشوا، فبيسالهم لو يعرفوا بعض، بس لوكي بينكر ان هو يعرفه، وده بيخلي ثور يعترف ان هو اخوه بالتبني، وبيطلب من المعلم الاكبر يفك الجهاز اللي في رقبته ويمشيه. فبيوافق بس بيقول له بشرط انك تتسابق مع البطل بتاعي وتكسبه، وبعدها بيرميه في الحبس. وهناك بيلاقي ثور معاه ابطال تانية، واللي من ضمنهم كروج الرجل الصخري اللي ثور هزمه قبل كده. فبيعرفوا كروج على صديقه ميك الرجل السكين، وده لان ايده عباره عن سكاكين. ووقتها بيسالوا ثور عن بطل المعلم الاكبر، فبيقول له ان محدش بيقدر عليه، لكن ثور بيقرر انه هيهزمه باي شكل عشان يرجع اسجارد. وفي نفس الوقت بنشوف حد بيتسلق الصخور لحد ما بيوصل للاوضه اللي فيها سيف الانتقال بين العوالم، وبياخده وبيهرب. اما عن هيلا فبتتضايق اول ما بتشوف رسومات على السقف بتتكلم عن انجازات اودين، ومن عصبيتها بتكسر السقف. والمفاجاه ان بيظهر رسومات تانية كتير بتتكلم عنها هي شخصيا، وبتحكي لسكيدج ان هي اللي ساعدت اودين ان هو يحتل العوالم التسعه. وبتقول له هيلا انه حبسها لما لاحظ انها بقت اقوى منه، مع ان بالرغم ان الابطال زمان كانوا لما بيموتوا بيندفنوا تحت الارض، يعني حتى ما قررش يقتلني ويريحني، ده فضل معذبني طول السنين اللي فاتت. وهيلا بتاخد سكيدج وبينزلوا تحت القصر، فبيتفاجئ سكيدج من مقتنيات اودين، لكن من كره هيلا ليه بتكسرهم كلهم، وبتاخد الشعلة الابديه اللي سارتار كان بيتكلم عليها، وان لو قدر يوصل التاج بتاعه ليها هيقدر يحتل اسجارد. وهيلا في الوقت ده بتكسر الارض بسلاحها، وبتقرر توريه قوتها، فبتنزل تحت الارض وبتستخدم الشعلة في انها ترجع الجنود اللي ماتوا للحياه تاني، استغفر الله يعني. وبنرجع لثور وهو بيصلي وبيدعي لاودين، وساعتها بيدخل لوكي عليه وبيمثل ان هو زعلان وان هو ندمان على اللي عمله، وبيطلب لوكي من ثور ان هو يخسر في المسابقه علشان يفضل معاه في عالم سكر، ويستغلوا المعلم الاكبر في اي حاجه بيعوزوها. وبيقول له لوكي انهم كده كده مش هيقدروا يقضوا على هيلا، فاحسن لهم انهم يكملوا في عالم سكار. لكن ثور ما بيكونش طايقه، وبيفكروا باللي عمله في اودين وكذب عليهم انه مات، وبيقول له انه عمل فيهم حاجات ما تتعدش، وبيستفز لوكي بالكلام فبيتعصب ثور وبيرمي عليه حجر، لكن لوكي بيخاف وبيختفي على طول. وبعد شويه بيقف ثور يتفرج على الاسلحه مع كورج، وساعتها بيحكي له ثور عن المطرقه بتاعته، وبيقول له انه كان بيعرف يطير من خلالها، ده غير انه لما كان بيحدفها بعيد كانت بترجع له تاني. وبيلاحظ كورج انه كان متعلق بيها جدا، فبيعرفه ثور انها كانت مصنوعه من قلب نجم مطفي. وساعتها بيشوف سكرابر فبيقول له كروج ان هي اللي جابته عندهم، وبيتفاجئ ثور لما بيعرف من كورج انها من اسجارد اصلا. وبيلاحظ ثور من الوشم اللي على ايديها انها من اقوى الجنود عندهم، وبيروح يتكلم معاها بس بيطلب منها ما تكهربهوش. وبيقول لها ثور انه من هو صغير كان نفسه ينضم للجنود اللي هي منهم، لكن للاسف ما بيدخلهاش غير الستات بس. فبتقول له فين المشكله يعني؟ فبيقول لها ايه؟ فبتقول له ما تاخدش في بالك. وبيكمل كلامه ثور وبيحاول يفكرها باسجارد، وبيطلب منها تساعده يخرج من سكار، لكنها بترفض. وساعتها الجنود بينادوا له علشان المسابقه هتبدا، بس بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها انها اقسمت على حمايه عرش اسجارد. فبالرغم من انها بتتاثر بكلامه الا انها بتقول له انه هيكمل حياته في سكار، وبتكهربه علشان الجنود يعرفوا ياخدوه للحلبه، وبيحطوه على الكرسي اللي ما بيعرفش يتحرك بسببه. وبيلاقي حد واقف له علشان يحلق له شعره، فبيتحايل عليه انه ما يعملش كده، بس ما بيسمعش الكلام. وبعد شويه المعلم الاكبر بيعلن عن بدء المسابقه، وبيتجمع كل الابطال اللي في سكار، وبيقف كورج واصحابه، وكمان بيحضر لوكي. وساعتها بيدخل ثور بكل ثقه وبيرحب الجمهور بيه، لكن مجرد ما بيعلن المعلم الاكبر عن المتسابق التاني الكل بيهتف له بصوت عالي وبيرحبوا بيه جامد. لكن المفاجاه انه بيطلع هالك صديق ثور، واول ما ثور بيشوفه بيطير من الفرحه وبيقول للكل ان ده يبقى صاحبه، وده بيخوف لوكي وبيقرر يمشي، لكن المعلم الاكبر بيمنعه. اما ثور فبيحكي لهالك عن اللي حصل له اخر فتره، وبيتكلم بعشم لحد ما هالك بيحكم عليه، وما بيبقاش ثور فاهم حاجه، وبالرغم من كده ما بيقدرش يضربه، لكن هالك ما بيرحموش وبيفضل يخبط فيه يمين وشمال، وبرضه ثور ما بيعملوش حاجه، وبيقول له الجمله اللي ناتاشا حبيبته كانت بتقولها له علشان يهدى. لكن فجاه هالك بيقوم بكل قوته علشان يضرب ثور، وده بيضايق ثور جدا وبيهجم عليه وبينزل ضرب فيه وبيكسر له سلاحه. وطبعا لوكي والمعلم الاكبر بيبقوا خايفين ان ثور يفوز على هالك، بس هالك ما بيسكتش طبعا وبينزل ضرب فيه. وساعتها ثور بيفتكر اودين وبتظهر قوه الرعد اللي عنده، وبيقوم بكل قوه وبيهجم على هالك، لدرجه ان المعلم الاكبر بيخاف جدا وبيضغط على الجهاز اللي في رقبه ثور عشان يوقفه. وفي نفس الوقت عند هيلا بيبلغها سكيدج ان اهل اسجارد بيهاجموا البوابات الاماميه
القصر، فبتبعت لهم جنودها يخلصوا عليهم، وبتتكلم مع سكيدج عن حياته وبتسأله عن طموحه في الدنيا، فبيقول لها انه كان نفسه يثبت نفسه وبتقرر تحقق له امنيته، وبتعرفه ان الكل حاكم مساعد بيخلص على اعداء الحاكم ده، وانها كانت الشخص ده الاودن وكان الكل بيفتخر بيها، وبتتفق معاه انه هيبقى الشخص ده ليها، وبتديله السلاح اللي معاها وبتاخده هو وجنوده علشان يغزوا عالم تاني، لكنهم ما بيلاقوش السيف اللي هينقلهم ما بين العوالم. وبتعرف هيلا ان حد من الشعب سرقه، وبتطلب من سكيدج يعدم الناس اللي كانت بتهاجم بوابات اسجارد، وساعتها بنشوف اطفال بتجري وهم خايفين من جنود هيلا، ومن حسن حظهم بيخبطوا في همدال واللي بنكتشف ان هو لسه عايش، والمفاجأة انه نفس الشخص اللي سرق السيف، وبيهاجم جنود هيلا، ولما بيخلص عليهم بيمشي هو والاطفال وبيوديهم لمكان امن، وبيفتح بوابته بقوته السحرية واللي بيبقى مجمع فيها الشعب كله. وبنرجع لثور وهو بيتعالج من الكدمات اللي عنده، وفجأة بيقوم يلبس هدومه وبيبص يلاقي هالك قاعد في حمام ميه سخنة، فبيتريق عليه ثور وبيقول له ان هو برضه علم عليه جامد، وبيسأله ثور هو جه سكار ازاي، فما بيرضاش يعرفه، بس لما بيستفزه ثور بيقول له على المركبة اللي جه بيها، وبيحاول ثور يقنعه ان هو يروح معاه على اسجارد ويساعده يتخلصوا من اعدائهم، لكنه ما بيوافقش، فبيتفق معاه ثور انه هيرجعوا كوكب الارض تاني لاصحابه وقرايبه، بس بيقول له هالك انهم بيكرهوه، فبيحاول ثور يغير فكرته دي علشان يروح معاه، بس لما بيلاقيه رافض بشدة بيقرر يمشي هو، لكنه بيتخبط في خطوط سحرية بتمنعه من الخروج من الأوضة، وبعدها بيفضل يبص على المركبة ويفكر هيطلع ازاي من اللي هو فيه، لحد ما بيجي في بال همدال وبيستخدم قوته في انه يوصل له، وبنعرف ان همدال بيعرف يتواصل مع اي حد عن طريق البصر، وساعتها بيحس بثور وبيستدعيه عنده شوية وبيحكي له على اللي اسجارد بتمر بيه، وبيقول له همدال ان قوة هيلا بتزيد كل يوم عن التاني، علشان كده لازم يرجع في اسرع وقت، وبيعرفه ثور انه مش عارف يطلع من المكان اللي هو فيه، فبيقول له همدال ان سكار فيها بوابات كتير لكن الافضل يخرج من اكبر بوابة فيهم، وساعتها بتشوفهم جنود هيلا فبيهجم همدال عليهم، وبيرجع ثور لسكار وبيبقى متضايق من الوضع اللي هو فيه، وبيتعصب على بانر وبيقول له ان باباه مات وشعبه بيتدمر وكل ده لانه مش راضي يساعده، وبيتعصب وبيفضل يكسر في اللي حواليه، وبيحاول هالك ان هو يهديه، لكن من عصبية ثور بيعرفوا ان سكان الارض بيكرهوه زي ما قال، فبيزعل هالك جدا من الكلام ده وبيقعد في جنب لوحده، بس بيتأسف له ثور وبيعترف له انه كان بيكذب عليه، وبيفهمه ان كل اللي هو مقتنع بيه مش صح، ووقتها علاقتهم بتقوى اكتر، وبيطلب ثور مساعدته، فبيوافق هالك، وتاني يوم بينادي السكرابر وبتسمع كلامه وبتروح له على طول، وساعتها بيطلب منها ثور يتكلم معاها شويه، فبترفض لحد ما بيقنعها هالك انها تسمعه شويه، وبتضطر توافق، وبيقول لها ثور ان شعب اسجارد في خطر بعد ما اودن مات، وبيفكرها انها اقسمت على حمايه العرش ولازم تساعده يتخلصوا من اخته هيلا، ووقتها بتتفاجئ ان هيلا رجعت تاني، وبتقول لثور انها مش هتقدر تعمل حاجه بعد اللي حصل لها زمان بسببها، خصوصا انها خلصت على اهلها كلهم وكمان صحابها، وبيحاول يقنع فيها لكنها بترفض، فبيشكرها على مساعدتها ليه، وبيفاجئها انه سرق الجهاز اللي بيتحكم فيه منها، وبيفك اللزقه اللي على رقبته، وبيكسر ازاز الاوضه وبينط بسرعه، وبعدها بيجري للمركبه وهناك بيحاول يشغلها لكنه بيقول الباسورد غلط، وبيفضل يجرب اسماء كتير لكنها برضه ما بتشتغلش، وبمجرد ما بيدخل هالك بتشتغل لكن حجمه الكبير بيكسرها، وعلشان ثور يهديه بيفتح له الشاشه اللي بتوصل له تعليمات ناتاشا حبيبته، فبيتعصب جامد وبيفضل يخبط في نفسه في كل مكان لحد ما بيصغر وبيرجع لهيئته الطبيعيه هيئه بروس بانر، وساعتها بيسلم على ثور وبيساله عن اخر معارك خدوها مع بعض، فبيفاجئه ثور وبيقول له انه عدى عليها سنتين ومن بعدها اتنكر فيه جسم وحش ضخم، وبيتصدم بروس ان هالك كان مسيطر عليه طول السنتين اللي فاتوا، وبيشغل المركبه علشان يشوف شكله قبل كده في الكاميرا، وما بيبقاش مصدق انه كان متنكر في هيئه الوحش ده اللي اسمه هالك، وساعتها بيلاقي المعلم الاكبر بيعلن اختفاء شخصيه هالك لان المعلم الاكبر ما يعرفش ان هالك هو بروس، وساعتها بيتهم ثور ان هو اللي خطف هالك، وبيطلب من جنوده يجيبوا ثور في شوال، فبيحكي له ثور على اللي حصل طول الفتره اللي فاتت، وبيطلب منه يهربوا بسرعه لكنه بيبقى متضايق لدرجه انه مش مصدق اللي حصل، فبيحاول ثور يهديه وبيديله هدوم يلبسها، وفي نفس الوقت عند المعلم الاكبر بيستدعي سكرابر ولوكي وبيفضل يزعق وهو مصدوم من اللي ثور عمله، فبيتفق معاه لوكي انه يديله مهله 12 ساعه يروح يجيبهم له لحد عنده، وطبعا المعلم الاكبر بيتبسط وبيوافق على طلبه، وبيروح لوكي مع سكرابر وهم ماشيين بيتهمها ان هي اللي هربتهم، فبتتعصب عليه وبتضربه لكنه بيهاجمها، ووقتها بيشوف العلامه اللي على ايديها وبيفهم انها من اقوى جنود اسجارد، لكنه بيلاحظ انها مرت بتجربه قاسيه هناك، وبتفتكر سكرابر زمان وهيلا بتهاجمها هي واصحابها
صحابها وكانت على تكه وهيلا تخلص عليها، لكن صاحبتها دفعت عنها وماتت هي بدلها. ولما بيحاول لوكي يهاجمها بضربه واحده منها بتوقفه عند حده. وبنروح عند ثور وهو بيحاول يهدي بروس، لكنه بيبقى متعصب جدا من اللي حصل له، خصوصا انه موجود في كوكب تاني غير كوكب الارض، لا وكمان عاوزه يروح معاه اسجارد. فبيحاول ثور يقنعه ان جواه قوه كبيره جدا ممكن تساعدهم في التخلص من هيلا، لكن بروس ما بيوافقش وبيقول له ان هو مش عاوز يتدخل في الامور العائليه دي. وعلشان ثور يخليه يوافق بيقول له ان هو بيحبه اكتر وهو وحش، وانه على الاقل ليه فايده عن وهو دكتور محترم. فما بيعرفش بروس هو بيهزقه ولا بيحترمه، وبيكمل ثور اقناع فيه لحد ما بروس بيستسلم للامر الواقع. وبيقوم ثور يتنكر بشال على وشه علشان محدش يعرفه. اما بروس فبيلبس نظارته وبيمشي معاه وسط الناس، لكنهم بيتفاجئوا باحتفالات الشعب وهم ماسكين مجسمات لبروس وهو وحش في شخصيه هالك. وساعتها بروس بيختفي وبيفضل ثور يدور عليه وسط الناس لحد ما بيوصل له، وساعتها بيلاقوا سكرابر في وشهم، لكن المره دي ما بتقبضش عليهم وبتفضل تتكلم معاهم شويه وبتاخدهم لمكان سري. وهناك بتحكي لثور عن اللي هيلا عملته فيهم، وبتقول له سكرابر انها قررت تاخد حقها منها علشان كده هتنضم لفريقه. وده بيشجع ثور جدا انه ينتقم من هيلا، وبتاخدهم سكرابر للاوضه اللي حابسه فيها لوكي. وهناك بيفتكروا بروس بالحروب اللي كان بيقاتل فيها. اما ثور فكان بيجهز اسلحه ياخدوها معاهم، بس كل اللي بيكون شاغل تفكير سكرابر هيوصلوا لاسجارد ازاي، وده لان الطريق من عندهم لاسجارد بعيد جدا وفي صعوبات كتير، وبتبقى عارفه طريق مختصر يروحوا منه، لكنها بتكون محتاجه مركبه تانية غير اللي معاها. وبعد حيره بيعترف لهم لوكي انه عارف باسورد سفن المعلم الاكبر، لكن بروس وسكرابر ما بيكونوش واثقين فيه. فبيقول لهم ثور ان هو عارف الاعيب لوكي كويس، ولكنه متاكد ان المره دي هيساعدهم بجد. ووقتها بيعرفهم لوكي انهم محتاجين يشتتوا الحراس شويه، فبيتفق ثور معاهم انهم يبعت لهم وحش يعمل لهم ثوره. وده بيخلي سكرابر تروح لكورج وتديله سلاح، وبتقول له انها جايه له من طرف ثور. وبعد شويه مساعده المعلم الاكبر بتبلغه ان في ثوره حصلت وجنوده جهزوا اسلحتهم. وفي نفس الوقت ده عند ثور ولوكي بيهاجموا جنود سكر مع بعض وبيتكلموا عن اودن واللي كان عاوزهم يفضلوا ايد واحده. وبيقول ثور للوكي انه كان نفسه يعامله زي الاخوات وما يخذلهوش زي كل مره، لكنه خلاص اتعود على الغدر بتاعه. فبيتاثر لوكي بكلامه وبيعرفه ان سكار احسن مكان ليه. فبيقول له ثور انت عندك حق، انت ما ينفعش تعيش غير في الاماكن الهجميه اللي زي سكار. وبعدها بيفتح لوكي باب الاوضه اللي فيها المركبه، بس بتهاجمهم واحده فبيخلص عليها ثور. واول ما بيدخلوا الاوضه بيكتب لوكي الباسورد، لكنه كالعاده بيخونه وبيقول له انه لازم يسلمه للمعلم الاكبر، وبيبقى طمعان في الهديه اللي هيقدمها له المعلم الاكبر في مقابل ان هو يسلم لوكي. بس ثور كان متوقع خيانته وبيتحكم فيه بالجهاز بتاع سكرابر، فبيتكهرب لوكي وبيثبت مكانه. اما ثور فبيركب المركبه وبيقدر يشغلها وبيخرج من سكار. وساعتها بيوصل الخبر للمعلم الاكبر وبيبعت جنوده ورا ثور علشان يخلصوا عليه، وبيفضلوا يضربوا على ثور نار، بس بتقدر سكرابر انها تقضي على كل اللي بيهاجموا ثور. ووقتها بتطلب من ثور يفتح بوابات مركبته، وبتبعت له بروس وبتروح هي تقضي على المراكب التانية. وبيبقى ثور عاوز يستخدم الاسلحه اللي في المركبه، لكن سكرابر بتقول له انها للترفيه وبس وما فيهاش اي ادوات دفاع عن النفس. وفي نفس اللحظه مساعده المعلم الاكبر بتمشي وراهم وبتحاول تخلص عليهم، لكن سكرابر بتخرج من مركبتها وبتنط على مركبه تانية وبتضرب عليها نار. وده بيشجع ثور وبيخرج هو كمان زيها وبيهاجم باقي المراكب. ووقتها بروس علشان طيب بيضغط بالحظ على زرار بيضرب نار على مركبه مساعده المعلم الاكبر، وبيقدر يقضي عليها في ثواني بالصدفه. وبيتبسط ثور وسكرابر جدا وبينطوا في المركبه اللي بروس فيها. وفي نفس الوقت كروج واصحابه بيدخلوا الاوضه اللي لوكي واقع فيها، وبيتفاجئ كروج اول ما بيشوف الجهاز اللي بيتحكم في لوكي وبيضغط على الزراير اللي فيه. فبيفرح لوكي انه اتخلص من اللزقه اللي على رقبته اخيرا. اما عند سكرابر فبتسوق المركبه بيهم اول ما بيدخلوا للنفق اللي هيعدوا منه الاسجارد بالرغم من الصعاب الكتير اللي موجوده في الطريق. وبنروح عند سكيدج وهو مجمع الشعب وبيسالهم عن اللي سرق السيف، وبيقول لهم من ورا قلبه اللي مش هيعترف هيقضي عليه. وبتلاحظ هيلا خوفه وقلقه عليهم فبتقرر تختبره، وبتختار ست من الموجودين وبتأمره يخلص عليها، وما بيبقاش قادر يعمل كده لحد ما بيجي شخص فجأة وبيقول لهم انه عارف مكان اللي اخذ السيف. ووقتها في المركبة بتكون راحت عليهم نومة لحد ما بيصحى بروس وبيلاقي انهم داخلين على اسجارد فبيفوقهم. وساعتها ثور بيتفق معاهم انه هيروح يخلص على هيلا، وبيقول لهم ان مهمتهم يخرجوا شعب اسجارد بعيد. وفي نفس الوقت هيلا بتوصل للمكان اللي فيه نضال، بس اول ما بتدخل ما بتلاقيش حد خالص. اما عند ثور فبيدخل القصر
وبيتفاجئ برسومات هيلا اللي موجوده في كل مكان في السقف، فبيقعد على العرش وبيفضل يخبط بالعصايه اللي معاه على الارض لحد ما بتسمعه هيلا وبتدخله، وهناك بيكذب كل الانجازات بتاعه هيلا اللي هي رسمها على الحيطه، وبيعرفها انها مجرد انجازات من تاليفها. فبتقول له هيلا ان طبيعي يقول كده لانه كان عايش طول حياته في عز اودن، بس ما جربش احساسهم في المعارك الكتير اللي كانوا هما مع بعض بيخوضوها، وانها ضحت مع اودن كتير لحد ما وصلته للانجازات الكتير اللي فضل يتباهى بيها، وفي الاخر ما شكرهاش وما حسسهاش انها ساعدته، بالعكس ده كل اللي عمله انه غدر بيها وحبسها. وطبعا ثور ما بيصدقش كلامها وبيشوف انها عايشه دور الضحيه مش اكتر، وبيقرر يخلص عليها، فبتستعد بكل قوتها للهجوم عليه. اما عند هيمدال فبياخد شعب اسجارد على جسر الانتقال للعالم التانية، لكنه بيتفاجئ بوحش هيلا واقف مستنيهم، فبيطلب من الشعب يجروا بسرعه، ووقتها سكرابر بتنزل ضرب في الوحوش بالنار، لكنهم بيتفاجئوا بسكيدج وجنوده من الناحيه التانية، وفي نفس الوقت ثور بيضرب هيلا بكل قوته، لكنها بتبقى اقوى منه وبتهاجمه من كل ناحيه لدرجه انها بتخزق له عينه وبتقول له علشان تبقى شبه المرحوم اودن. اما عند سكرابر فبتفضل تضرب في الوحش لكنه برضه ما بيرضاش يموت، وده بيخلي بروس يتحرك وبيقرر ان هو ينزل للوحش قبل ما يهجم على الشعب، وبينط قدامه بس كبروس العادي، بس بعدها بثواني معدوده بيتحول لهالك الوحش وبيهجم على الوحش، وكده تبقى الحرب عادله، وحش قصاد وحش. وهيمدال بيضرب في سكيدج والجنود اللي معاه، وبنروح لهيلا وهي ماسكه ثور وبيكون في اضعف حالاته، وبتعرفه انها دلوقتي بقت اقوى منه بمراحل. ووقتها بنشوف هيمدال وهو بيهاجم لوحده جنود هيلا لحد ما بيلاقي كورج وميك راجل السكاكين واقفين في ظهره هما وزمايلهم كلهم، وبيضربوا كل اللي بيجي على سكتهم، وفي نفس اللحظه بيوصل لوكي هو كمان وبيساعدهم، ده غير سكرابر اللي بتوقف المركبه وبتنزل بسيفها تهاجم الجنود. وبكده نقول ان المعركه عادله، ومن دلوقتي نقدر نقول ان الحرب الحقيقيه بدات، وده بيضايق هيلا اكتر، وبتفضل تضرب ثور بالسيف بتاعها ويا عيني ما بيبقاش قادر يعمل معاها حاجه. وساعتها بيحضر اودن لثواني وبيقول لثور انه عنده قوه كبيره يقدر يستغلها ضدها، وان المطرقه كانت وسيله بس لمساعدته مش اكتر، وان القوه الحقيقيه موجوده فيه. وفعلا بيظهر ثور قوته الحقيقيه وهي قوه الرعد، وبيضرب هيلا ضربه قويه بتبعدها عنه نهائي. غلبانه ما تعرفش انها صحت وحش نايم من سنين، واللي ما تعرفوش يا عزيزي ان ثور يبقى ملك البرق. وبعدها ثور بينزل للجنود وبيقضي عليهم واحد ورا التاني، وبيكون الموضوع سهل جدا بالنسبه له. وطبعا لما بيلاقي سكيدج انهم هيقضوا عليهم بيلحق ياخد ديله في اسنانه وبيجري. وبعد شويه بتظهر هيلا وما بيبقاش ثور عارف يعمل معاها ايه، واخر حل بيوصل له انه بيطلب من لوكي يروح القصر يطلع تاج سرتار ويحطه في النار علشان يحييه من جديد، وبيهجم هو وسكرابر على هيلا بكل قوتهم، لكن هيلا بتبقى اقوى منهم هما الاتنين. وفي نفس الوقت بيطلع الشعب في المركبه علشان يهربوا لبعيد، واللي بيكون من ضمنهم سكيدج وهو متنكر. اما لوكي بيوصل القصر وبياخد التاج بسرعه، وبنرجع لسكيدج تاني لما بيلاقي جنود هيلا بيضربوا المركبه بينزل يخلص عليهم، ولما بيشوف المركبه قدامه وهي بتمشي من غيره فبيقرر يروح يقضي على هيلا، ولكنه ما بيعرفش ان هو اتحمس شويه، وهيلا بتقضي عليه بسيفها بكل سهوله. ووقتها لوكي بيحط تاج سرتار في الشعله الابديه، وبعد شويه بيظهر سرتار بناره الحارقه وبيدمر اسجارد كلها، وما بيكونش قدام ثور حل غير انه يسيبه يعمل كده علشان يقضي على هيلا. وفعلا سرتار بيدمر كل حاجه وبيستخدم قوته الكبيره وبيقضي على هيلا بضربه قويه منه، وهالك ما بيكونش عارف ان دي خطه ثور اصلا وبيضرب سرتار، ولكن ثور بيزعق فيه وبيقول له يرجع. اما ثور فبياخد شعبه في المركبه وبيمشي بيهم بعيد وبيسيب سرتار يدمر في اسجارد، وبيكونوا شايفين اسجارد وهي بتنهار قدامهم، بس هيمدال بيقول له ما يزعلش، وبيفكروا ان اسجارد مش مجرد مكان لكنه شعب وهيفضل عايش في اي مكان يروحه. وبعد شويه بيقف ثور قدام المرايه يبص للي حصل في عينه، ساعتها بيدخل عليه لوكي وبيقول له ان اللزق اللي حاطه لايق عليه، فبيشكر ثور على مساعدته ليه، والاول مره بيحس ان هو اخوه فعلا. وبعد شويه بيخرج ثور للشعب وبيقعد ثور على كرسي بيسموه كرسي العرش، وبيساله هيمدال ناويين نروح كوكب ايه ولا تحب نحتل كوكب على مزاجك. وبيسال هيمدال على ميك عشان يساله على اسم كوكبه، لكن بروس كالعاده بغباوته بيقول لهم انه بالغلط داس عليه وهو بيحارب فمات، بس بيتفاجئ ان ميك لسه حي، وبيطلب من ثور يكرر سؤاله تاني، لكن المره دي ثور بيقرر ان هو يوديهم لكوكب الارض. ولكن يا فرحه ما تمت، مره واحده بيلاقوا هجوم ساحق بينزل عليهم، وما بيعرفوش ان الهجوم ده جاي من وحش خارق اسمه ثانوس.
بيبدأ الجزء الرابع من الفيلم بشخص اسمه جور وهو واقف في صحراء جافة ما فيهاش حد غيره هو وبنته، وبيفضل يتعبد للملك بتاعه رابو ويدعي انه يبعت لهم ميه واكل علشان يقدروا يعيشوا، لكن مفيش حاجة بتتغير. وبيقعد مع بنته اللي حالتها بتبقى صعبة جدا بسبب قلة الاكل والشرب لحد ما بيزيد عليها التعب وفجأة حياتها بتنتهي، فبينهار من العياط لانه ما قدرش يعمل لها حاجة. وبعد ما بيدفنها بيفضل نايم جنبها مستني هو كمان مصيره. ودي يا عزيزي اخرة كل كافر. المهم الكافر ده بيسمع صوت حد بينادي عليه وبيعرفه انه حاسس بمعاناته، فمن غير ما بيفكر بيقوم يمشي في اتجاه الصوت لحد ما بيوصل جنينة كلها خضرة، وساعتها بيتفاجئ بنفسه وهو واقع في بركة مية لكنه ما بيكونش قادر خالص، فبيمشي يزحف على رجله لحد ما بيلاقي فاكهة، ومن كتر جوعه بيفضل ياكل بشراهة لحد ما بيلاقي الملك بتاعه رابو في وشه، ووقتها بيوريه رابو للمخلوقات الجديدة اللي بتعبده وبيفضل يتريق على حالته، فبيركع له جور بمجرد ما بيشوفه وبيعرفه ان الكل حياته انتهت ما عدا هو اللي فضل مآمن بيه وشعبه كله انتهى، وعلشان كده بيطلب منه يديله الجايزة اللي كان بيوعدهم بيها، وبيكون مفكر انه عامل الاحتفال ده كله علشان بس رايح يزوره، لكنه بيتريق عليه وبيقول له انه ما عندهوش حاجة ليه، وكمان الاحتفال ده كله علشان خلص على حد معاه سيف نيكرو اللي بيقدروا يخلصوا بيه على الملوك، فبيتقهر جور على خدمته ليه طول عمره، ده غير بنته اللي حياتها انتهت بسببه، ومن عصبيته بيكفر بيه، مش انا قلت لكم ده كافر، وبيخلع الوشاح اللي بيربطوا بيه، فبيتضايق رابو وبيخنقه جامد علشان يقدمه كتضحية باسمه، بس وقتها بيسمع جور صوت بيقول له يخلص عليه، وبتخرج طاقة قوية من بوابة اسمها بوابة بي فورست بتأمره ينهي على حياة رابو هو وكل الملوك اللي زيه، وساعتها بيلاقي سيف نيكرو جنبه فبيضربه بيه على طول، وبمجرد ما بيعمل كده بيلاقي شكله اتغير، ووقتها بيقرر ينفذ الاوامر اللي جات له وهي انه يقضي عليه، فبيقسمه نصين بالسيف. وفي مكان تاني بنشوف كروج وهو مجمع الناس وبيحكي لهم عن حياة ثور، وبيقول لهم ان من وهو صغير وهو بيحضر المعارك علشان كده كبر وبقى مقاتل قوي جدا، لكن ده ما منعوش انه يعيش قصة حب، وبدل المرة حب اتنين من كتر المعارك والناس اللي شافها، لكن اخر واحدة وهي جين كانت غيرهم خالص وكانت من كوكب الارض لانه حبها من كل قلبه، بس برضه خسر حبها، ومش بس كده لا ده كمان خسر مامته وباباه واصحابه، ده غير لوكي اللي ثانوس خلص عليه. وبسبب كل اللي حصل له نفسيته اتدمرت وبدأ يشرب كتير جدا لحد ما جسمه باظ وتخن خالص، لكنه قرر يفوق لحياته واتحد مع حراس المجرة اللي هم فريق جارديانز اوف ذا جالاكسي، وبدأ تمارينه القاسية لحد ما خس خالص، وبالرغم من ان الحزن فضل جواه الا انه اختار يتعايش معاه وفضل قاعد في انتظار اي حد يجيله يطلب منه مساعدته في معركة، وفي نفس اللحظة بيروح له صاحبه وبيطلب مساعدته في معركة جديدة، فمن غير تفكير ثور بياخد الفاس بتاعه وبيمشي على طول، وهناك في ساحة المعركة بيقاتل حراس المجرة بأقوى قوة ليهم، لكن ثور في عالم موازي بيبقى مبسوط باللي بيحصل لحد ما بيروح له الملك ياكان اللي طلب مساعدته في المعركة، وبيحكي له ان اعدائه هجموا عليهم ودمروا كل حاجة، واول ما حسوا ان معبدهم في خطر طلب مساعدته، فبيقرر ثور يوريهم ازاي قادر يخلص على اعدائهم بسهولة، وبيقف يستجمع قوته، ووقتها بتظهر قوة الرعد وبيخاف الاعداء منه فبيجهزوا طيارات يهجموا بيها عليه، لكنه بيروح لهم بكل شجاعة وبيبدأ يهاجم كل اللي بيقابلهم، وبيقف لوحده في ساحة المعركة يهاجم كل اعدائه لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيروح لياكان يطمنه انه قضى على كل اعدائهم، وبننتقل لجين وهي بتعمل اشعة بعد ما مرض السرطان تمكن منها، وبتبدأ تاخد كيماوي، وساعتها بتلاقي واحد جنبها بيقرا الكتاب بتاعها عن السفر عبر الزمن والمكان، فبتتحمس وبتعرفه ان هي اللي كاتباه وبتشرح له شوية حاجات فيه لحد ما بتيجي صاحبتها وبتسألها لو عرفت حد غيرها بتعبها، لكنها ما بتبقاش حابة تحكي لحد عن معاناتها، فبتطلب منها صاحبتها توقف شغلها الفترة دي علشان تستجمع قوتها في مهاجمة المرض، وبتتكلم معاها صاحبتها عن ثور وبتقول لها تستعين بيه في محنتها لكنها ما بتوافقش، وبعد ما بترجع البيت وبيفحص الدكتور العينة بتاعتها بيكلمها وبيعرفها ان حالتها بتسوء والكيماوي ما بقاش يأثر فيها، فما بتبقاش عارفة تعمل ايه لحد ما بتشوف الكتب اللي بتتكلم
عن ثور وبتقرا شويه عن المطرقه بتاعته وبتعرف انها بتمده بالقوه وكمان الصحه. وفي نفس الوقت بنشوف مدينه اسجارد اللي اتعملت في كوكب الارض واللي بتبقى سكرابر مسؤوله فيها وبتتعاقد مع شركات كتير، وكمان بيجي لهم ناس كتير يتفرجوا على المسرحيات اللي بتحكي عن حياتهم واللي بيتكلموا فيها عن ثور ولوكي بعد ما اودن مات، وظهرت لهم هيلا بقوتها الجباره. ده غير ان في شخص بيقف قدام مطرقه ثور وهي متكسره وبيشرح لهم فايدتها ايه، وبعد ما بيخلص بياخدهم وبيمشي، لكن بتقف جين وهي متنكره وبتفضل تبص لها جامد لحد ما بيحصل تغيرات غريبه في الجو وبتتحرك اجزاء المطرقه. اما عند ثور فبيشكره يكان انه حمى مملكته وخلصه من اعدائه وبيجيب له معزتين هديه ليه، فبيفرح ثور جدا اول ما بيشوفهم، وقبل ما يمشي يكان بيطلب منه يحافظ عليهم. وبعد شويه في المركبه الفضائيه بيزعقوا كلهم علشان مش لاقيين جهاز التحكم عن بعد وبيفكروا ان المعيز اكلتهم، لكن ثور بيدافع عنهم وبيقول لهم انهم ما يعملوش كده. ووقتها ان بيولا واحده من حراس المجره بتلاقي جهاز التحكم ومن عصبيتها بتقرر تخلص على المعيز، لكن ثور بيمنعها وبيعرفهم انهم ليهم فوائد كتير زي الاكل وانهم هيساعدوهم. ووقتها بيتفاجئوا باتصالات كتير من ملوك بيطلبوا منهم ينقذوهم من اللي بيحصل فيهم، فبيتصدموا لما بيلاقوا جور مخلص على ملوك كتير بطريقه بشعه. وبيتحرك ثور لما بيلاقي سيف صاحبته بتستنجد بيه هي كمان، ووقتها بيجهز نفسه وبيجهز المركبه على طول، فبيروح صاحبه وراه وبيعترف له انه عرف المعنى الحقيقي للحب لما عاش معاهم، وبيقول له ان اي حد يتمنى يجرب الاحساس ده، لكن بعد اللي خسرهم ثور في حياته بيبقى خايف يتعلق بحد تاني. وبيفهموا ثور انه لازم يخلي مسافه بينه وبين اي حد بيحبه علشان لما يخسره ما يتوجعش قوي، وعلشان ما يزعلهوش بيديله المركبه الفضائيه هديه ليه وبيعرفه انها هتساعده كتير. فبيطلب منه صاحبه لما يحس بالضياع يبص في عيون اللي بيحبوهم علشان يحس بقيمة نفسه، وبيطلع على المركبة بسرعة وهم ماشيين بيتفق ثور معاهم انه يقابلهم في مملكة فالهالا، وبياخد الفاس بتاعه اللي اسمه ستورم بريكر وبيستخدم قوته اللي بتجهزه للمهمة الجديدة، وبيتنقل هو وكروج للأرض اللي عايشة فيها سيف صاحبة ثور، وهناك بيروح لها بسرعة وبيلاقيها لسه عايشة لكن دراعها مقطوع، فبيقرر يرجعها لفالهالا لكنها بتكون عاوزة تموت محاربة في مكانها، بس بيعرفها ثور انها نجت من المعركة علشان كده لازم ترجع معاه، وبيسألها عن اللي حصل، فبتحكي له ان جور هجم عليهم وعاوز يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبتقول له ان الدور الجاي على اسجارد. وبالليل بيظهر جور في اسجارد وبيدب السيف بتاعه في الارض فبينتشر الفساد وبتتملي اسجارد بالوحوش بتاعته، بس بتوصل سكرابر واصحابها في الوقت الصح وبيبداوا يهاجموهم، ووقتها بتتفاجئ سكرابر ان ثور هو كمان موجود وبترحب بيه، وساعتها الكل بيهاجم في بعضه وبيخلص ثور على اي وحش يقابله، لكنه بيلاحظ باثار للمطرقه بتاعته القديمه وبيحاول يعرف مكانها لحد ما بيلاقيها في وشه وبيبقى لسه هيمسكها، بس على اخر لحظه بتتسحب منه لبعيد، فبيتفاجئ بمحاربه معاهم هي اللي اخدتها وبيحاول يفهمها انها بتاعته وبيطلب منها تشيل القناع، والمفاجاه الكبيره انها بتطلع جين، فبيقف ثور مصدوم. ووقتها بنعرف قصتهم وهي انهم كانوا بيحبوا بعض بالرغم من ان كل واحد فيهم من عالم مختلف عن التاني، لكن علاقتهم فضلت تقوى يوم عن التاني، ومن شده حب ثور طلب من المطرقه بتاعته تحميها طول الوقت، ولو احتاجت ان هي تمسكها يكون مسموح لها الصلاحيه دي، بس برضه كان خايف انهم يبعدوا عن بعض، وهي كمان كان عندها نفس المخاوف لكن ما كانتش مبينه لحد ما بدا يبقى في حواجز بينهم وكل واحد انشغل في حياته، وده خلى الخناقات بينهم تزيد لحد ما كتبت له جين رساله بتبعد فيها عنه، وبيقف ثور في المعركه وهو مش مصدق انها رجعت لحياته تاني، بس بيكون عليهم هجوم من كل ناحيه، فبتنشغل جين مع الوحوش اللي حواليها وبينزل ثور ضرب في كل اللي بيقابله لحد ما بيظهر جور قدامه، فبيضربه ثور بالفاس بتاعه لكنه بيختفي وبيظهر له كل شويه لحد ما بيثبت ثور وبيكون هيخلص عليه، لكن ثور ما بيدولهوش فرصه وبيبعدوا عنه، بس للاسف في وحش بيمسك ثور وساعتها بيحاول جور ياخد الفاس بتاعته، وطبعا ده بيعصب ثور جدا لدرجه انه بيخنقه فبيختفي جور على طول، لكن وقتها بيظهر وحش ضخم جوه البيوت بيخطف معظم الاطفال وبيحطوهم جور جوه صندوق علشان يهرب
وبيهرب بيهم، بس بيروح لثور على طول وبينزل فوقه بكل قوته، لكنه طبعا بيختفي وبيفضل ثور لحد الصبح يدور على اي وحش موجود لكنه ما بيلاقيش. وساعتها بتجيله جين تتكلم معاه شويه عن حياتهم قبل كده، وبيبقى ثور عارف هم سايبين بعض بقالهم قد ايه بالظبط، وبيعاتبها انها سابته ومشيت، لكنها بتبقى شايفه ان هو كمان ما حاولش يرجع لها. ووقتها عند سكرابر بيبقى عليها ضغط جامد من الاهالي اللي اطفالهم اتخطفوا في اسجارد، وبتحاول انها تحل مشكله كل واحد وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. اما ثور فبيقف يتفرج على جين وهو مبسوط، فبيلاحظ كروك حبه ليها اكتر واكتر، وبيقول له انه محدش كان يتخيل ان مطرقته تبقى مع حبيبته وكمان ما يعرفش يجيبها منها. فبيحاول ثور يجمع قوته وياخدها لكنه ما بيعرفش. ووقتها بيلاحظ ثور ان فيها جميع بين الموجودين، ده غير انهم بيتخانقوا مع بعض، فبيزعق لهم ثور لحد ما بيسكتوا خالص. وساعتها بيقول لهم انهم لازم يتحدوا مع بعض علشان يقدروا يوصلوا لاولادهم، وبيقرر يروح يجيبهم. وفعلا بيعمل كده، لكنه اول ما بيخرج بيدخل في حيطه، وبيرجع لهم بعدها على طول وبيقول لهم انه معرفش يلاقيهم، وبيسالهم لو يعرفوا اي حاجه عن جور، فبيعرفوه انه بيظهر في الظلال وبيحب يخطف الاطفال، ده غير انه قوي جدا. وبيحكي لهم ثور ان جور هجم عليه بسيف نكرو، وبيقول لهم ان اللي بيستخدمه بيتصاب بمرض بيموته بالبطيء. وفي نفس الوقت بيظهر استريد ابن هيمدال، وبيعرفهم انهم غيروا اسمه، فبيعلموا ثور المهاره اللي هيمدال علمها له، وهي انه ينقله لعنده عن طريق البصر. وبيطلب ثور منه يرفع ايده ويغمض عينيه، وبمجرد ما بيعمل استريد كده بيظهر ثور عندهم في القفص، وبيطمنهم انه هينقذهم في اقرب وقت هو وباقي الفريق اللي معاه. ووقتها بيبص للمكان حواليهم وبيقدر يعرف هما فين، لكنهم بيبقوا خايفين جدا وبيقربوا عليه علشان ياخدهم معاه، لكنه بيرجع لمكانه تاني بسرعه، وبيقول لهم انهم في مملكه الظلال، وده لانه اخد باله ان الجو حواليهم ضلمه خالص. وبيعرفهم ان اللي هيروح لهم مش هيعرف يدخل بسهوله. وبتتهور جين وبتقرر تروح تجيب لهم قوس قزح ينوروا بيه، وبمجرد ما بتخرج بترجع بعدها على طول وبتقول لهم انها اتسرعت في قرارها. ووقتها بيجي في دماغ سكرابر وثور خطه كويسه، وهي انهم يروحوا مدينه السلطه ويتفقوا مع الملوك اللي هناك يساعدوهم. وبنعرف ان المدينه دي بيبقى فيها اقوى الملوك في الكون، وبتتفق معاهم سكرابر انها تجيب لهم سفينه يروحوا بيها. اما ثور فبيستخدم الفاس بتاعه في انه يمدهم بطاقه علشان يوصلوا لهناك، وبعد شويه بيجهزوا السفينه وبياخدوا عليها الحاجات اللي هيحتاجوها. اما ثور فبيقف يبص على المطرقه بتاعته اللي مع جين وهو هيموت وياخدها. ووقتها بتروح له جين فبيسالها ازاي غيرت من شكلها كده وعرفت تاخد المطرقه، فبتحكي له وهي متفاجئه انها حست فجاه انها بتنادلها، ولقت اجزائها بتتجمع وبتتلزق في بعضها. وبعد شويه بتدخل جين الحمام، وبمجرد ما بتحط المطرقه جنبها بترجع لجين الضعيفه تاني، وبتفتكر زمان وهي صغيره لما كانت قاعده مع مامتها في المستشفى، وده لانها كانت تعبانه جدا بنفس المرض اللي عندها دلوقتي. وقبل ما امها تموت وصتها انها ما تضعفش ابدا وتكمل قتال. ووقتها بتمسك جين المطرقه وبتستجمع قوتها وبتكسر الحوض، فبتروح لها سكرابر تطمن عليها، وساعتها بتشوف الحوض وهو مكسور، بس جين بتاخدها في الكلام وبتسالها لو شايفه انها تقدر تحارب معاهم، فبتقول لها سكرابر انها خلاص بقت من المحاربين، خصوصا بعد ما امتلكت قوه المطرقه ميلينير اللي هي مطرقة ثور القديمة. ووقتها بتسألها جين لو جهزت ادواتها، فبتستعرض لها سكرابر اسلحتها اللي هتاخدها معاها. وبعد شوية بيعرف ثور اهل القرية انهم رايحين يرجعوا الاطفال اللي اتخطفت، وبيحاول يطمنهم على قد ما يقدر. وبعدها بيمشوا على طول، وبيستخدم ثور طاقته في انها توصلهم لمدينة السلطة. وهناك اول ما بيوصلوا بتتكلم معاه جين عن حياته اخر فترة، وبتسأله لو ارتبط بعدها، فبيعرفها ثور انه كان مشغول في المعارك. وفي نفس الوقت بتقرر جين تستخدم قوة المطرقة وبتطير بيها لبعيد. اما سكرابر فبتسأله لو لسه بيحبها، فبيتكسف وبينكر على طول، لكنها بتتريق عليه لانه حبه ليها بيبقى واضح جدا. وفي نفس الوقت في مملكة الظلال اللي هي يا عزيزي نفسها مملكة الظلام، بيحكي استرد للاطفال عن كفاح ثور، وبيعرفهم ان لما هيلا كسرت له المطرقة بتاعته ما يئسش، وقدر يصنع فاس من قلب نجم مطفي، وقدر بيه يخلص على وحوش كتير. ووقتها بيظهر لهم جور
ثور، فبيخافوا منه جدا، وبالرغم من كده بيراقبهم اكتر بوحش من عنده. ووقتها بيقول لطفله فيهم انها شبه بنت يعرفها كانت ذكيه وبتحب الرسم، وبيتريق عليهم وبيقول لهم ان الملوك اللي بيامنوا بيهم مش قادرين يجوا ينقذوهم. فبيعترف استرد هو والاطفال ان ثور وعدهم يخرجهم من القفص اللي هم فيه، وبنعرف ان دي اصلا خطه جور، وان هو خطفهم علشان يقدر يجيب ثور لحد عنده. وساعتها في مدينه السلطه بتجيب لهم سكرابر لبس يتنكروا بيه، لان ممنوع حد يدخل هناك من غير دعوه. واول ما بيخلصوا لبس بيدخلوا قاعه الاحتفالات الذهبيه، وهناك في مملكه السلطه بينبهروا بالملوك الموجودين. ووقتها بيظهر زيوس الملك الاسطوره اللي محدش جه زيه، وبيبدا يستعرض قوته الجباره. واول ما بيشوفوها بينبهروا جدا وبيسقفوا له. وبيقول ثور لجين ان هما الاتنين متشابهين، لانه ملك الرعد وزيوس يبقى ملك البرق. فبتطلب منه جين لما يتكلم معاه يعرفه بالكلام ده علشان يوافق على طلباتهم، بس بيسيبوا ثور الاول يخلص الاستعراضات بتاعته. وبعدها بيسال زيوس الموجودين عن ميعاد الحفله الجايه، فبتتضايق سكرابر جدا وبتحس انه شخص تافه، وعلشان كده بتبقى عاوزاهم يسرقوا الصاعقه بتاعته على طول. بس ما بيوافقش ثور، وبيقرر انه يتكلم معاه ويقول له على طلباتهم. وساعتها بيلاحظ زيوس انهم بيتكلموا، فبيأمر ثور يطلع على المسرح يقول اللي هو عايزه. وطبعا بيسمع ثور كلامه، واول ما بيطلع على المسرح بيحكي له عن جور واللي بيعمله في الناس. لكن زيوس بيبقى شايف انه خلص على شويه ملوك ضعاف ومش هيقدر يعمل لهم هم حاجه، فبيتضايق ثور وبيحاول يقنعه انه يساعدهم. وساعتها زيوس بيعرف انه بيتنكر، وبيربطه بسلاسل ذهبيه، وبيخلع له هدومه قدام الكل، ودي بتبقى صدمه للموجودين. وكمان بيقدر زيوس يعرف بطريقته انه تبع مملكه اسجارد. اما سكرابر واللي معاها بيخلعوا هدومهم التنكريه بمجرد ما بيأمرهم زيوس يعملوا كده. وطبعا ثور بيكون متضايق منه، فبيقول له انه جبان ومش قادر يساعدهم. ووقتها بينزلوا زيوس بكل هدوء، وبيعترف له بينه وبينه انه خايف فعلا من جور، لان جور معاه سيف النيكرو اللي قادر يخلص عليهم بسهوله. وبيفهموا انهم هناك في امان، وبيطمنوا ان هو كمان مش هيحصل له حاجه طول ما هم في مملكه السلطه. فبيطلب منه ثور يديهم الصاعقه بتاعته يحاربوا جور بيها، فبيجيبها زيوس وبيستعرض بيها شويه حركات، وفي الاخر بيرفض يديها له. وبيطمنهم ان جور مش هيعرف يوصل للمنطقه الازليه، فما بيبقوش عارفين ايه المكان ده، لحد ما بتقول لهم سكرابر انه اقوى حصن في الكون واللي بيتمنى فيه حاجه بتتحقق. لكن ثور بيتخانق مع زيوس لانه مستخبي هو وباقي الملوك من غير ما يفرق لهم حد. اما زيوس فبيقول له انهم لو خرجوا هيكشفوا عن مكانهم وكده جور هيوصل لهم. وبيأمر زيوس رجالته يخلصوا على ثور واللي معاه، فبيهاجمهم ثور وبتنزل لهم سكرابر واللي معاها وبينزلوا ضرب فيهم من كل ناحيه، واي حد بيجي في وشهم بيخلصوا عليه. ولما بيلاحظ زيوس انهم بيخلصوا على رجالته بكل سهوله بيضرب كروك بالصاعقه، فبيتكسر جسمه لحتت صغيره، وبيتصدم ثور اول ما بيشوفه. وساعتها زيوس بيقرر يخلص على ثور، فبيرمي عليه الصاعقه بتاعته، لكن ثور بيمسكها وساعتها بيجمع قوته وبيضربه بيها، فبيموت على طول زيوس. وبعدها بيروح لكروج وهو حزين على اللي حصل له، وبيفضل ينادي عليه، فبيرد عليه كروج وبيعرفه ان وشه هو اللي باقي منه. فبيطلب ثور منه ينادي على المعيز، وبيديه لسكرابر وبيطلب منها تحافظ عليه، فبتربطه في شعرها وبتكمل هجوم على الجنود. وساعتها كروك بيتواصل مع المعيز، فبينطوا عليهم بالسفينه، ووقتها سكرابر بتاخد الصاعقه وبيركبوا كلهم وبيمشوا على طول. وبعد شويه بيروح ثور مملكه الظلام، وهناك بيحكي للاطفال على اللي عملوه في زيوس، وبيبقوا مبهورين من شجاعته. وبيقول لهم ثور انهم اقوى اطفال عرفهم في اسجارد، وبيطمنهم انه هيرجع لهم وينقذهم. وساعتها بتفوق سكرابر وبتساله قال لهم ايه، فبيعرفها ثور انه وعدهم هيبقى يرجع ينقذهم، بس بتتعصب سكرابر عليه وبتقول له انه كذب عليهم علشان هم ما عندهمش خطه، خصوصا لانه بعد ما قتل زيوس ما بقاش في ملوك هتساعدهم، ده غير ان كروج اتكسر ومش هيقدر هو كمان يساعدهم. لكن ثور بيبقى مطمن انهم هيقدروا ينقذوا الاطفال، وبيقول لها ان الصاعقه هتساعدهم يحققوا خطتهم، وبيديها لها تدافع بيها. وبيخرج يتكلم مع الفاس بتاعته شويه، ووقتها بتطلع له جين وبيقف يتفرج معاها على السما وهو مبسوط. اما كروج بيحكي لسكرابر عن اهله وبيفضل يتكلم معاها عن حياتها قبل كده. وفي نفس الوقت ثور بيقول لجين ان الفتره اللي فاتت كانت حالته وحشه جدا لدرجه انه كان بيبعد عن اي حد ممكن يتعلق بيه، وبيعترف لها بحبه مره كمان، وبيقول لها انها الوحيده اللي عاوز يقرب منها. فبتفاجئه وبتعترف له انها مريضه بالسرطان، وبتحكي له انها في المرحله الرابعه والعلاج ما جابش معاها نتيجه، علشان كده لما نادتها المطرقه قررت تستجيب ليها على امل انها تكون العلاج. وبتعرفه ان كل هدفها دلوقتي هي انها ترجع
يرجع الاطفال لاهاليهم. ووقتها بتخرج لهم سكرابر وبيتصدموا اول ما بيلاقوا الالوان اختفت والجو بقى ظلام، وفجأة بتتقلب بيهم السفينة في مكان غريب، وهناك بيلاقوا قفص الاطفال فاضي، بس بتكون هناك خيمة بيدخلوا يفتشوا فيها. وساعتها جين بتلاقي خطة جور، فبتخرج لهم بسرعة وبترمي فاس ثور لبعيد، وبتقول جين لثور ان جور كان عاوز الفاس بتاعته علشان يقدر يدخل بيها المنطقة الأزلية. وساعتها بيظهر جور وبتبقى جين لسه هتهاجمه بالمطرقة، ولكن هو بيربطهم هما التلاتة وبيطلب من ثور يستدعي الفاس، لكنه ما بيوافقش وبيفضل يستفزه بالكلام. فبيحاول جور يجبره انه يستدعيها لكنه ما بيعرفش، وبيروح جور لسكرابر وبيوجعها بكلامه وبيقول لها ان لما اهلها ماتوا راحت تستنجد بالملوك لكنهم ما عملولهاش حاجة، وبيزقها بعيد. وبيروح لجين يعرفها انهم زي بعض، لان زي ما السيف اداله القوة من بعد ضعف فالمطرقة ادتها الصحة من بعد تعب، وعلشان كده الملوك اخدوها كوسيلة لمساعدتهم، لكن المطرقة مش هتمنعها من الموت ولا حاجة. وبيزقها بعيد برضه، وبيروح لثور يعرفه انه هيموت ومحدش هيقدر يساعده. وبيحكي لهم جور عن بنته انها ماتت بسبب جحود الملوك عليهم، وبيبدأ يعذبهم علشان يضغط على ثور انه يستدعي الفاس. فبيضطر ثور يسمع كلامه، وبمجرد ما بيستدعي الفاس بيتفكوا هما التلاتة وبيخرجوا بكل قوتهم علشان يهاجموا جور. فبيقرب جور على ثور وبيبدأوا يهاجموا بعض بكل قوتهم. اما سكرابر وجين بيحاولوا يخلصوا على الوحوش اللي ظهرت، وبتبدأ حرب قوية بين الكل. اما ثور فبينزل ضرب في جور لكن برضه ما بيقدرش عليه، وساعتها جين بتضربه بالسيف من ظهره، وساعتها بتهاجمه سكرابر وبتحاول تقضي عليه لكنه بيضربها بالسيف. ووقتها ثور بيطلب من جين ترجع سكرابر المصابة لكوكب الارض لحد ما يبعد جور عنهم، وبيستحضر ثور قوة الرعد وبيفضل موجهها عليه لحد ما بيستخدم طاقته علشان يمشي، لكن جور ما بيسيبهوش الا لما بياخد الفاس منه. وبعد شوية بيقعوا في كوكب الارض، وبتظهر جين بشكلها الحقيقي وهي في اسوأ حالاتها. فبياخدها ثور المستشفى، وهناك بتعرفه الدكتوره ان العلاج ما بقاش يجيب معاها نتيجه. فبيتضايق جدا لكنه بيسيطر على اعصابه وبيدخل لها علشان يطمن عليها. وساعتها بتساله جين عن سكرابر، فبيقول لها انها تعبانه جدا بس حالتها مستقره، وبيعرفها انها مش هتروح المره دي وهو بيحارب جور. فبتبقى جين مش عاوزاه يروح لوحده، لكن ثور بيقول لها ان حالتها بتسوء كل ما بتستخدم المطرقه لانها بتستنزف طاقتها اللي بتهاجم بيها المرض. وبيحاول يقنعها انها تقعد، وبيعترف لها انه بيحبها مره كمان علشان كده عاوز يعيش معاها الباقي من حياتها. فبتوافق انه يروح لوحده، وبتطلب منه يدمر جور ويرجع لها. وبعدها بيخرج ثور لسكرابر، فبتعرفه انها تعبانه جدا ومش هتقدر تروح معاه، وده لانها لو مشيت معاه هتموت هناك ومش هيقدروا ينقذوا الاطفال. وساعتها بنعرف ان سكرابر اسمها الحقيقي فالكري، وسكرابر ده كان مجرد الاسم الحركي اللي كانت بتستخدمه في المنظمه اللي شغاله فيها في فيلم ثور راجناروك. المهم بتدي سكرابر الصاعقه لثور علشان تساعده يخلص على جور، وساعتها بيجمع قوته وبيطير ليه على طول. ووقتها عند جور بيجمع الاطفال وبيقف قدام البوابه الازليه، وبيدب الفاس بتاع ثور في الارض، فبيخرج منه طاقه قويه بيحاول يكسر بيها البوابه الازليه. وفي نفس الوقت بيظهر ثور للاطفال وبيطمنهم انه هينقذهم، وبيتفق معاهم انهم هيمشوا في اتجاه الفاس بتاعه، وبيسالهم لو حد فيهم يعرف يحارب، لكن ما بيكونش حد فيهم بيعرف. فبيطلب منهم يجيبوا اي ادوات في المكان يهاجموا بيها الوحوش، وفعلا بيعملوا كده. وساعتها بيستخدم ثور طاقته وبيقول عليهم التعويذه بتاعته اللي بتمدهم بقوته الجباره، وبيتفق مع استريد انه يبقى قائد جيش الاطفال. ووقتها بيهجموا كلهم على الوحوش بكل قوه، وبينزلوا ضرب فيهم وبيدمروا اي حد يجي قصادهم لدرجه انهم بيخلصوا على اكبر عدد من الوحوش. اما ثور فبيهاجم جور وبيفضل يضرب فيه وبيحاول على قد ما يقدر يخلص عليه لكنه ما بيعرفش. وفجاه بيسيطر جور عليه، ووقتها بتحس جين باللي بيحصل وبتقرر تروح تنقذه. وساعتها جور بيبقى على تكه ويدب السيف في قلب ثور، لكن في الوقت المناسب بتوصل جين وبتبعده عنه. فبيتفاجئ ثور انها برضه عملت اللي في دماغها ورجعت، بس ما بيكونش في وقت وبينزلوا هما الاتنين ضرب في جور، وبيستخدموا قوتهم الجباره لحد ما بيرموه بعيد. وبيبقى ثور عاوز يدمر سيف النكرو علشان يعرفوا يتخلصوا من جور. فبيروح ثور للفاس وبيحاول بكل قوته انه
ويشيله من الارض. اما جين فبتنزل ضرب في جور، ووقتها بتجيب اخرها منه خالص وبتقرر تهاجمه بقوه جين الحقيقيه، وبتديله كل مره ضربه اقوى من التانيه بالمطرقه بتاعتها لحد ما بتطيره لبعيد. واخر حاجه بتهجم عليه بقوتها الجباره وبتحاول تدمر سيفه. وفي نفس الوقت بيقدر ثور يخرج الفاس من الارض وبيرميه لاستريد وبيطلب منه يرجع هو والاطفال كوكب الارض، وفعلا بيعملوا كده. اما ثور فبيهاجم جور وبيفضل يضرب فيه بالصاعقه بتاعته لحد ما بيقفوا هما الاتنين بكل قوتهم قصاد بعض. ووقتها بيبص ثور لجين فبترمي المطرقه بقوه على سيف النكرو وبيتكسر نصين على طول، لكن جور بياخد نص فيهم. وساعتها جين بترمي عليه المطرقه تاني فبيتفتفت الجزء اللي معاه، ووقتها حالتها بتسوء جدا وبتتعب جامد. اما جور بيلاقي البوابه الازليه فتحت فبيدخل جواها على طول، وفجاه بيلاقي ثور نفسه موجود جوه المنطقه الازليه وبيبص وراه وبيلاقي جين في اسوأ حالاتها. اما جور فبيقف قدام التمثال اللي هناك وبيتمنى انه يموت علشان يرجع لبنته، لكن ثور بيوقفه وبيطلب منه يختار الحب اللي كلهم بيتمنوه او على الاقل يرجعها للحياه مش يموت نفسه. وبيروح ثور يقضي مع جين اللحظات الاخيره في حياتها. وساعتها اول ما بيشوفهم جور بيفتكر زمان وهو قاعد مع بنته قبل ما تموت، وبينهار جور من العياط لان حياته هتنتهي وهيسيب بنته لوحدها. لكن جين بتطمنه انها تبقى مع ثور، ووقتها بتطلع روحه لبنته وبيفضل يعيط في حضنها من كتر ما هي وحشاه وبيتاسف لها انه ما قدرش ينقذها. اما جين بتقول لثور ان اجمل فتره في حياتها لما استخدمت المطرقه لانها خلتها تعيش الباقي من حياتها معاه، ووقتها بتموت وبتتحول لطاقه بتمشي بعيد. اما جور حياته بتنتهي وبنته بترجع للحياه وبيطلب من ثور يحمي بنته. وبعد فتره كبيره بيتعمل لجين تمثال لشكلها وهي ماسكه المطرقه لانها انقذت العالم من خطر كبير. ووقتها بيرجع الاطفال لاهاليهم وبيفرحوا بيهم جدا اول ما بيشوفوهم، وبعدها بتبدا سكرابر تعلمهم فنون القتال. اما استريد فده بيورث من باباه قوته وبيبقى متميز عن باقي الاطفال، وبنعرف ان كروج قدر يسترجع جسمه بعد ما اتصاحب على حد جديد. اما ثور فعاش حياه جديده كل هدفه فيها الحب وانه يهتم ببنت جور اللي بتبقى محيراه بلمضتها، ده غير انها كمان بتبقى شايله له المطرقه بتاعته في مكان سري ورسمه له عليها حاجات بدل ما كانت شكلها ممل، فبياخدها منها وبيخرج معاها يوريها المخلوقات الجديده اللي ظهرت عندهم وبيديها الفاس وبيستعدوا هما الاتنين للقتال، وده لانها بتمتلك مهارات قويه هي كمان. وساعتها بيهجموا بكل قوتهم على المخلوقات الجديده. وفي نفس الوقت بنكتشف ان زيوس لسه عايش وكمان عاوز يخلص على ثور باي شكل، فبيطلب من ابنه هرقل يخلص عليه ويجيب له حقه منه. والكماله هنعرفها في فيلم ثور الجزء الخامس اللي متوقع انه ينزل بس مش دلوقتي. ولو بتحب افلام السوبر هيرو اللي زي كده انصحك تخش تاخد لفه في القناه او تشوف الفيديو اللي قدامك. وبس كان معاك مندو، وصلى على النبي والسلام.